انا ما بحبكش، يا ريت يجرى لك حاجه، هكون مبسوط بس اللهم لا شماتة. اولا انت ما تعرفش ربنا، فما تتكلمش عن ربنا خالص، ولما تكتب اللهم اكتبها صح، انت كاتبها غلط. الحاجه التانية ان انت ما تعرفنيش خالص وعمرك ما قابلتني وبتتمنى لي الضغينه دي. فدي حاجه تفرحني ان انا عايش بعيد عن شخص زيك وبعيد عن ناس زيك. فالحمد لله ان انا عايش في ده. الحاجه المهمه بقى جدا ان الشخص ده كتب لي الكومنت ونزل قابل صحابه في الشغل، اتعامل معاهم عادي، فطر معاهم، قال لهم صباح الخير، ضحك في وشهم. واحنا حوالينا ناس كتير كده، بيبقى من ساعه واحده كان بيأذي حد وبينزل يتعامل ان هو شخص عادي جدا وما عندوش ادنى مشكله. حوالينا كم واحد بقى احنا بنتعامل معاه؟ الاسئله دي بتخليني افكر في الحاجات دي. احنا حوالينا كم حد بيعمل كده واحنا مش عارفينه وفاكرينه طيب وفاكرينه انسان وفاكرينه سوي، بس هو في الاخر بيعمل الحاجات دي. فالانسان وهو لوحده ومحدش شايفه بيعمل بلاوي، بس ربنا بيسترها. فانت عموره ربنا يسترها عليك. وانا مش هتمنى لك الضغينه اللي انت بتتمناها لي، بس انا هتمنى لك بما تمنيت لي. واتمنى ان ربنا يدي لك مما في قلبك. وربنا يسامحك بقى ويدي لك على قد نيتك.